قال شيل سبحة حقك، كل يوم صلي حسرات تذكاري بيسوك ماتي بيسوك ماتي بيسوك ماتي. قال يكفي بكرة تموت بكرة تموت بيسوك ماتي. قال ولا بن صلاة تذكاري سهري يوكب. وفعلا يعني لو تفكر كما هذا بس بكرة تموت بكرة حتى 100 مرة كما ورد كذا عجيب يعني. الأكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله. وكثير والله بتروح بتخليه شوفوا ولا هو شيء، أو بالنظر إلى ما أعد الله للمؤمنين بعد الموت. قال ولا ذكر في قليل إلا كثره. قال سيدنا علي ولقد إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ولا ربما يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولا عمري عن قريب كل من فيها يموت. بعد له أبيات ثانية يقول إنه القوت كثير لمن يموت، حتى قوت يوم كثير لمن هو يموت. قوت يوم واحد كفاية وزيادة عاده زايد عاده على الحد. لا إله إلا الله. كانوا يفكرون في قوت يوم، الحين احنا قوت أسبوع وشهر معنا وزعلانين ومتحملين بالدنيا ولا حد كيف نسلح. لا يفكر لا يوم واحد يكفيه إذا قد عبر يومك. وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فقد سيقت له الدنيا بحذافيرها، أو فكأنما عيزت له الدنيا بحذافيرها. ما عاد شيء بعد هذا خلاص، لأن الإشكال إنما هو من الحرص والتفكير فيما ليس بمطلوب منك. هذا الصالحين عجيب نظرهم من الأشياء. قال كيف تفكر في قوت بكرة وأنت ما طالبك ربي بعبادة بكرة، وطلب منك إلا كل يوم بيوم. صلاة اليوم محاسبة لا بس بكرة بيوم. وليش أنت تطلب من ربك قوت بكرة؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا يعني خالية البطون. العصفور يوم يخرج صباح ما هو داري فين عنوان البنك بيروح بيستلم، ولا يعرف الدكان بيشتري، لا يخرج هكذا. وتغدو تروح بطانا تروح خماصا وتغدو بطانا. قال تجي في الغداء العصر ولا الظهر ولا شبعانة. منين أكلت؟ ربها رزقها. كان بعض الصالحين يذكر قال هذا جدي أنا يخبرنا بها. الواحد جلس تحت شجرة وغراب يطير يحط يطير يحط، فأزعجه قال ليش الغراب؟ قمت من الشجرة ذي وجلست بعيد. قال وإذا الغراب يجي إلى تحت الشجرة ويروح شغلنا ايش يسوي هذا؟ قال جيت فتشت وإذا تحت الشجرة هذه جحر، أنا كنت جالس بجنبه ما دريت به. الجحر فيه حية عمياء ما تشوف. قال سخر الله الغراب هذا يجيب لها طعام يدخل ما عندها الجحر ذي. قال سبحان الله اللي يرزق هذه العمية تحت الحفرة ما بيرزقنا أنا وأنا ليش دخل. هذا جاء في بعض هذا مما يعني نحن نضعف عنده، لكن يساعد على تهيئة القلب للتفكير في أمر اليقين. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء أوسع له من الصبر واليقين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن أعطي حظه منهما فلا يبالي الحمد لله بما فاته ديكم مصطفى، فلا يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار. اليقين هذا في بعض الروايات حديث قدسي يقول ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفيعيني رغيف عيش أسوقه لك بغير تعب. تعبنا رغيف خبز يجيبه لنا، أنا الرب خلاص كل شيء عندي لا إله إلا هو. سبحان الله. فهؤلاء أصحاب الاستعداد الكبير هذا له كانوا على حال عجيب غريب. نحن ذا الحين ما هو كما هذا، لكن بغينا ما نحن فيه من أمن وأمان وعافية وأكل ونشرب ونقوم وننام ونذكر ونجتمع نحمة كبيرة نحمد الله عليها. قل الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. بعض الأحيان لما تمر على بعض الأسواق ولا بعض الأماكن ولا بعض البلدان تحصل دكان كبير في مول فيه موظف ولا موظفين مسكين ما لهم شغل في الحياة من الصبح ما لشاء، وهو ملازم 12 مدري كم 8 ساعات بعضهم 10 ساعات. هو ذا في الدكان ذا ما يتحرك ولا يروح مقابل شيء بسيط من الدنيا، ولا ما بيقدر يواصل حياته ويشعر أنه غاية المطلوب. وانت جعلك ربي في مكان علم وأعطاك وأكرمك وتأكل وتشرب وتلبس ولا شيء قصر عليك وفوقه إيمان. ما تقارن هذا بشيء من أخبار أهل الدنيا. ولكن ابن آدم هكذا ركب على الاستعجال، ركب على سيدنا آدم لما كان يوم خلقه يوم الجمعة نفخت فيه الروح، فبدأ نفخ الروح
من أعلاه. قال فأراد أن يقوم فتعثر. قال الله خلق الإنسان من عجل. قال ليش مستعجل؟ اصبر لما تكمل. قال حتى سيدنا آدم مستعجل، بابا يقوم بسرعة، مستعجل بيجري بيروح فين. وهكذا ابن آدم في حركته المعتادة، هذا شيء عجيب. طيب. وثلاث أحزنتني حتى بكيت: فراق محمد سيد الأولين والآخرين وحزبه، وحول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا أدري ينصرف بي إلى الجنة أم إلى النار. وقال حذيفة بن يمان رضي الله عنه: إن رجل لا يدخل المدخل الذي يجب عليه أن يتكلم فيه لله تعالى فلا يتكلم، ولا يعود قلبه إلى فلا يعود قلبه إلى ما كان عليه أبدا. وقال: لا يأتين على الناس زمن لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. هذا في روايات الفتنة الرابعة، لا ينجو فيها إلا من دعا كدعاء الغريق. كيف دعاء الغريق؟ واحد يقول كيف يكون دعاء يا الله من قلبه، غاية الوجل والإشفاق، يشعر أنه ما قدامه طريق إلا هذا، دعاء الغريق. في دعاء لسيدنا زين العابدين ابن الحسين يقول: أدعوك دعاء الغريب الغريق الذي اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. دعاء الغريب الغريق الذي لا يجد لكشف ما فيه إلا أنت. طيب. وقال الرجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني. فقال: اذكر الله عز وجل عز وجل في سراء يذكرك في ضراء. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا يقول: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. لما تكون شبعان وبخير وعافية تدعو ربك كثير، لما تجيك المشكلة تدعوه يستجاب لك عن قريب. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب. وإذا أصرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. وقال رضي الله عنه: حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. كيف الأكياس جمع كيس، يعني العاقل الفطن. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كيف يغبنون سحر الحمقى. يغبنون سحر الحمقى. كيف يبغون سحر الحمقى وسيمهم. ولذر من ذي. كيف بسوي بهذه؟ كيف بسوي بها؟ قل لي ايش ولا ايش؟ ولا ذرة من ذي يقين وتقوى من البر خير من أمثال الجبال من أعمال المغترين. حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. قال كيف يغبنون الحمقى على صيامهم. أحمق ماشي فائدة من صيامه، وهذا كيس حتى أكل وشرب لكن عمل لما بعد الموت، استعد وعامل الله بالحسنى. قال ولا ذرة من ذي يقين وتقوى من البر. البر يعني الصالح عكس الفاجر، البر وليس البر ولا البر، صح. البر هذا قندم قمح، والبر عكس البحر، والبر هذا. لكن لما يقال البر يعني الرجل البار يعني الصالح المتقي عكس الفاجر. خير من أمثال الجبال من أعمال المغترين. أحد مغرور معه جمال كثير، واحد صاحب تقوى ويقين وبر وعمل صالح قليل من أعماله أحسن من هذا كله. خير من أمثال الجبال من أعمال المغترين. فيه درجات على قدر قوة الإيمان واليقين وقوة القلب وعدم ضعفه الطبيعي. فتأمل قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون.
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بين بعض الأعراب قال عجيب أمر الخلق، قال حد خلى ربي يحلف لهم ما صدقوا. قال وفي السماء رزقكم فهو ربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تدعون. قال ربي عرف أنهم ما بيصدقون بأمر الرزق، حلف لهم ربي فهو ربي السماء. فالأعرابي هذا بفطرته سليمة قال عجب لأمر الخلق ما صدقوا إلههم حتى حلف لهم. الأمر الرزق هذا. سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يذكر قال أنه رأى بعض القبارين هذا اللي يحفرون القبور، فقال له رأيت كذا 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 واحد ممن مات على الصلاة عند الناس، ولما فتحت قبره بعد ذلك وجدوا على غير القبلة. فكان يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي وما ذاك إلا لأحد خصلتين، إما الشك في الرزق أو السخط لما أنزل الله. ما في الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال فيموت والعياذ بالله على غير إيمان. أو الشك في الرزق، الشك في الرزق هذا خطير. كان حد من الصالحين جاء إلى مسجد من المساجد واعتكف فيه، يجلس أيام ما يخرج. جاء الإمام حق المسجد قال له اسمع أنت من يعطيك أكلك؟ قال أنا خلاص ربي يرزقنا. قال لا 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 من يرزق؟ كيف تأكل كيف تشرب من اللي يرزقك؟ قال ربي يرزقنا. قال لا لابد تقول لي كيف. أصر عليه قال بغيت تعرف؟ قال نعم. قال واحد هنا جار المسجد يهودي شافنا قال خلاص أنا يوميا بعطيك قرصين من الخبز تأكلهم، معتكف في المسجد ما تخرج هذا مني أنا. قال طمنتنا خلاص اطمئن قلبي. شال الرجال الرداء حقه بيخرج. الإمام قال له مالك يا ما تروح؟ قال أنا بروح بعيد الصلاة اللي صليت خلفك. ليش؟ قال أنا أقول لك ربي يرزقنا ما تصدق ولا تثق، وأقول لك يهودي جاب لي قرصين خبز أنت اطمئنت. قال ثقتك باليهودي أحسن من ثقتك برب العالمين. قال الصلاة اللي صليت خلفك بروح بعيدها أحسن. إلى هذا الحد من الإيش؟ من إنه ثقته بالله جعلته مستغني عن كل شيء، وهذا ما أبغى. لا 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 إلا من اللي يجيب لك رزق؟ وعدك إمام المسجد ولا شيء يقين في قلبك. قال أروح بعيد الصلاة التي صليتها خلفك أنا كنت ما عليك حمد. لا إله إلا الله. وكان حد من الصالحين هكذا في ممن يذكرون عن أهل الكريم من أهل الانقطاع، يعني يسمونهم السياح أول. رأى واحد ملازم للمسجد، وفي ذاك الزمان ما في مطاعم مثل الآن ولا دكاكين كثيرة، حاجة الناس محدودة في الأسواق. فرأى هذا الرجل متوكل على المسجد، جاء عنده جاب له قرص من الخبز، كان قرص خبز يكفيهم اليوم كامل، وأعطاه إياه. فرح به. يوم ثاني جاب له، يوم ثاني قال له خلاص كل يوم لك أنت عندي قرص وعاد تتحمل ولا شيء. قال خذ 3-4 أيام جاء عنده. قال له اسمع معلش، قال بالله عليك لا تجيب لي القرص هذا. ليش؟ أنا أعطيك بغيت الثواب. ولا أيوة، لكن أنا كنت أول مع ربي في حال في ذاك ذكر والطاعة ما لي التفات إلى شيء. قال دحين جيس مطالع على الباب متى بتجيب تجيب قال شيل قرصك وخلنا على يقيني مع ربي أحسن فوق علي، ولا بروح لمسجد ثاني. قال عاد تجيب لي شيء. قال أنا على ثقتي بالله سبحانه وتعالى. وهذا لا سبحان الله يتنعمون، لأن الإنسان الحياة كما سمعتم في الإيضاح المعاوضات، إذا ربي نقص عليك شيء من جهة لابد يعوضك من جهة ثانية. صالحين هذول اللي صبروا على الشدائد، صبروا على الفقر، صبروا، كانوا يتنعمون بالصلة الخاصة بينهم بين الله. إن ذكروا فهم في أنس، إن صلوا فهم في أنس، إن اختلوا جلس واحد منهم في المسجد عنده الدنيا وما فيها، ما حد كمان. نحن دحين نضيق. إمام الحداد قال أهل الزمان في قلوبهم شياطين يضيقون من ذكر الله ومن القرآن ومن جلوس المسجد. تبغى تقتل واحد قل له جلس المسجد، حتى هو طالب الرباط قل له خرج الرباط، صيح قفز كما الثور فرعان وجلس المسجد هذا خرج يضيق. إنما يأنس بالمسجد من في قلبه إيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: إذا رأيتم الرجل يعتاد، في رواية يتعاهد المساجد، فاشهدوا له بالإيمان. إذا رايح جاي على المسجد اشتياقا ومحبة نعرف أنه في إيمان في قلبه ويحصل له أنس بربه سبحانه وتعالى. هؤلاء يتكلمون عن هذه المراتب، التوكل واليقين وما أدري إيش. نحن كان شيخ رضوان يقول هذا كما حالنا كما واحد معه رز أبيض ما عنده شيء معه، البابا يأكل ما يسترط، ما يأكل رز جاف حاف، فهم؟ رز أبيض حاف بدون إدام. راح حصل واحد يشوي لحم ساتيه في الركن انه يبيع، جاب الصحن وجلس قريب منه، شوف يقول لأنه ما أكل، لو كان ريحة الشواء خلت الرز يمشي. هذا الحين نحن لما نقرأ حق الصالحين هذا يقين
حتى كده تشمم حتى من بعيد ريحة اليقين، حتى اسمه، حتى كتبت عندك توكل اليقين مقامات مدري ايش، قال الحبيب أحمد بن زين. بعدين من المرجو من فضل الله أن من قرأ هذا وتأدب مع الله في هذا وجلس مجالس الروحات اللي يدور فيها هذا الكلام يسقيها الله. أنت تتشمم، يجي بعدين هو ده صاحب الشواية يقول شيل لك 4 ولا 5 حبات ساتاكل، هذا مني هدية. يوم شافك مسكين جالس على الباب رحمك، وربك أرحم الراحمين إن رأى منك صدق التعطش صدق التوكل. يعني يقول بعض الحبايب يقولون المكة الله إذا أعطى يدهش، أنت تطلب على قدر عقلك وقياسك، وربك يطلب يعطيك على قدر عطاء وجودك. فهل يستوي هذا وهذا؟ لا. هل كما ذاك واحد معه ولده ودخل إلى دكان يبيعون يعني فستق ولوز ومكسرات وحلويات، وصاحب الدكان يقول للولد هذا خذ يا ولدي، فتح له ذا قال شيل لك من ذا، شيل يا ولدي. أبوه يقول له شيل يا ولدي، لا. أم صاحب الدكان هو شل بيده كذا وأعطاه له يده، ملء يده، خرج. أبوه يقول له عجيب يعني الرجال يقول لك شيل ما بغيت أنا. قال لا ما هو متأدب، قال لا يده أكبر من يدي. قال له شليت غرف لي، قال يده أكثر من يدي، قال أحسن بيده ما هو يدي. حتى أبوه استغرب من هذا. وهذا مثله عندما تطلب على قدرك وربك بيعطيك على قدر جوده ورحمته وعطائه، ما ماشي مقارنة أصلا ولا ميزان. قال فرح نفسك بمثل هذا، لأن ربك إذا أعطى يعطي على قدر ما يناسب الإنسان. بعض العطاء مطغي، نسأل الله العافية والسلامة. قال حضرموت يقول خلي ربك على قياسه، لا ترتب لربك انت، خله ربك يرتب لك بيجي أحسن. قالون أيضا من الكلمات اللي يتداولونها العوام في حضرموت هذه بلاد تربية وبلاد نور. اللي يقولون ايش العبارة اللي يقولونها؟ يقول كل شيء في وقته زين. والله تأخرت حيث كل شيء في وقته زين، إذا جاء بعدين يجي في الوقت المناسب على ترتيب إله مدبر حكيم، ما يزيد ولا ينقص. عقلك وتدبيرك مهما صلح ما بيقع كما هذا. فالشيء الذي من ربك بترتيبه أحسن لك أنت من أنك أنت تطلب على قياسك. أنت تطلب وقول يا رب من فيض فضلك أعطينا كما ما أعطيت عبادك الصالحين في عافية وسلامة وسرور وأنس وحب، وخلى ربك يرتب بعدين يجي كل شيء في وقته. وهذا مما يعودون القلب فيه على الرضا. الرضا نعمة كبيرة. إن في التسليم، قال سيدنا العدني إن في التسليم راحة عاجلة، ومن التفويض فيضان المنى. والتعنت لا محالة، والغلو أن تضيع صفو يومك في غداء، كيف بكرة كيف بعده، لا ترتب، خلي ربك يرتب، مش قدام بس، لا تفكر كثير، دبر رتب الأمر اللي هو تحت قدرتك المحدودة من باب إقامة السبب فقط. أما التدبير لا. سيدنا الحداد يقول هناك إيش؟ إن في الغيب عجائب كم محن طي المصائب، وأخو التدبير خائب، لم يزل في قبضة الشك رهين، لم يذق عيش العباد الصالحين. لو خلى ربه يرتب له ما بيتعب هذا التعب. ونحن كلنا هكذا بنا يعني فضول. أبي أحمد بن حسن العطاس قال واحد من الناس جلس تحت شجرة نخلة تمدد تحتها، قالوا ولما تمدد تشوف، قال النخلة طويلة ذي والتمر كما ذا، ليش ما تكون تمرة كذا حبة كبيرة كما جوز الهند كذا، ولا يفكر هو ما طيب. قال ما عاد درى إلا تمرة سقطت طاق في راسه، الحمد لله لو كان كبير هبت فوق راسه، الحمد لله الناس حسن وما صغيرة. هكذا ابن آدم في الفضول حقه يحب يرتب كل شيء على قياسه. أنا للشباب دائما لما كان فرعون هذا أنا أتعجب في فرعون هذا مسكين، قال أنا ربكم الأعلى، الملائكة يتفرجون عليه كذا يا بهلول يا بهلول، ماذا نقطة في الأرض التي هي نقطة من الكون. قال السماوات السبع ومن فيهن وما فيهن والأراضين السبع كمثل حلقة ملقاة في فلاة في صحراء، كما خاتم كذا صغير في صحراء. الأرض والسماوات السبع وما فيهن والأرض السبع وما فيهن كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش، وبالنسبة لما فوق ذلك مثله في الرايح. ربكم الأعلى، روح يا ابني العب بعيد، روح الله يفرج عليك، ربكم الأعلى. ايش ما على مسكين انت، روح اقضي حاجتك في الحمام بطلها باله. قال حتى كان من طغيانه يدور على شيء يغنيه عن قضاء الحاجة. قالوا فكان يمكث الأيام الطويلة لا يأكل إلا الموز، والموز هذا فيه خاصية أنه إذا أكله الذي عنده إسهال يقبضه، إذا أكله اللي عنده إمساك يسهله، إذا اعتدل فيه يمسكه حتى يكون قليل قضاء الحاجة.
وكان يضحك على بني إسرائيل، أنا ربكم حتى حمام ما أحتاج، شوف جالس عندكم كما. ومن أعجب ما سمعنا في مسألة فرعون، الحبيب أبو بكر كان يذكر هذا عن بعض أهل التفسير، قالوا كان أحيانا تجدب بالأرض ما في مطر بيهلكون، والنيل ينزل ينقص منسوبه، يجون عنده هيا ربنا هات لنا مطر مرحبا بكرة. قال فإذا هدأ الليل يصعد إلى جبل من جبال مصر ويتوجه إلى الله، ايش يقول؟ يا ربي حق معصيتي لك وكفري بك وصبرك علي وأنا عبدك إلا ما سقيت بني إسرائيل. قال ولا هو مرة ولا مرتين، مرات كثير كما هذا، ويرجع إلى محله بالسكتة، يصبح الصبح يجي المطر وشوف أنا ربكم. وبعدين ثاني مرة يسوي كما هذا وربي يعطيه. عجيب يعني عطاء ربك في بعض مظاهر، ويعطيه مرة بعد مرة. وقال بعدين يصبح صباح يبطل. ومثله قارون، قالوا قارون لما أدركه هذا حقه الخسف هذا يجلجل في الأرض يصيح يا موسى يا موسى 70 مرة وزيادة، وسيدنا موسى قال تعبان منه لأنه قهره واتهمه في شرفه وكذا في زنا والعياذ بالله. فلما جاء مسألة هلاكه وانتهى عاتبه الله فيه، قال يا موسى قارون استغاث بك أكثر من 70 مرة ولا أجبت، لو استغاث بي مرة واحدة لأغضته. الله ما وافق ولا بي، قال واحدة لو قال يا رب أنا بفوق عليه بعد ما يفعل. متعلق الله بموسى أكثر، موسى ينفعك. وموسى بالمناسبة في بعض كتب التفسير أنه ابن خالته، ابن خالة قارون مباشرة، لكن سبحان الله. وهذه مظاهر جعلها الله القارونية والفرعونية مستمرة. الغزالي ما قصر، قال كل واحد يقول أنا ربكم الأعلى إلا إن فرعون نطق بها والباقين يمارسونها فعليا. تدري من أنا من أنت؟ فرعون ربكم الأعلى، إلا بس بصورة ثانية بعمل وبجبه. هذا هو الفرق بين الأول، ولا هي نفسها ذكرها الحبيب بكر في بعض كتبه، قال فرعونية النفوس ونمرودية العقول ومدري إيش عدها ثالثة وحدة، عنترية المواقف. فرعونية النفوس. سيدنا الغزالي سيدنا الجيلاني له أبيات قال أن من كررها كذا مرة يعطيه الله شيء من الفتح، ويصف فيها هذا، يقول إيش؟ قلبي قطبي وقالبي لبناني، سري خضري وعينه عرفاني، هارون عقلي وكليمي روحي، فرعون نفسي والهوى هاماني. عرف كيف أجزاؤه الذاتية وأعطى كل واحد منها حقه. نفسي فرعونية مع وحاشاه من ذلك، لكن يعرف التعريف إنزال كل شيء محله، لأن هذه كلها الأشياء الموجودة في الوجود موجود شيء منها في ذات الإنسان. إذا اتسع في عالم المعرفة بالله يفهم هذا الكلام. خلاص هذه قصيدة عشان الوقت. بعدين هذا يعادل الكلام اللي من عند بين الله أن أسباب الرزق الله الروحة، كما ما كان يقول بعض الصحابة تعالوا بنا نؤمن ساعة، كان يقول نؤمن ساعة. إيش يعني؟ لو كفار كانوا لا، يعني نجدد الإيمان، تتجدد معاني الذكر ومعاني التفكر، يصيب الإنسان شيء من السكون والطمأنينة والتجدد المعنى، ويخرج بعد الروحة وهو إن كان منصت القلب، كان ينصت بهو بأذنه بس بقلبه ولا ثمت فترة بعد ما راها يعني حتى في عدن كان في العدن صح. ونحن نتنقل عاد الحين الأيام هذه مع المطر، ولا ساعة هنا وساعة هنا، من زاد المطر نطلع فوق. وهذا من الأشياء لأجل تنشط الروح. حتى المجلس نفسه لما يتغير المكان يعطيك شيء من الجو المناسب. كنا ذيك الأيام عند الحبيب بكر في سريلانكا آخر رحلة، بعدين جينا عنده والحبيب في مكان يشبه جاوة هنا خضرة ومطر، بعدين قال شوف حتى القراءة خليناها متناسبة مع الجو، ما نقرأ تحولات. قال هذه الأيام إلا في السلوك وكذا، نقرأ عنده في الدور المدهش البهي في مناقب الشيخ سعد بن علي. وهذا قد بدأناه في الرحلة الأولى حق ماليزيا واندونيسيا، يعني كملنا جزء منه في عليه رحمة الله ورضوان الله، وجزاء الله عنا خير الجزاء. حد الرضا والمودة رادت للحن صفا في القلب في الأنس راقب، واسمع نشيدك كل ما نرامته، وشهادة ما قام جاء
لمن بدا في الزمان دعك تغازل برنده ودعك من وصف القواني والحسن الخرائب فالذوق قد يسمو ويجتاز هده إذا صاف مشرب المخطوب فوق الحسان الأنس قد حل عنده وكل أسباب أهل الوصل شارك وقارب لو كان للأبصار يا خل وقده لكنت ممن رأى البرهان شاهد عيان انزل بساحة ورجة وانهل من الجوت الجود هاطل وساكب هذا مقام الوعد من شيخ عهده فادخل وسلم على الفرع الأصول الزيان عارض بداه الراجة ومطر على شعبنا وسقاه سنة المشارب يا باخت من ألبس لباسه وبورده يا باخت من ألبس لباسه وبورده يا من على النفس من شر الشقاء والهوان هذا المطايل بورده ماذون عنهم وفي كل المقامات نائب فادخل مع من قد دخل ضامن وعده فادخل مع من قد دخل ضامن وعده هذا ما قال لي وقد جربت وعد الزيان من كان يرعى جده وفي أحيا الرسوم القام أهل المراتب يا هل ترى تلقى مثاله ونده يا هل ترى تلقى مثاله ونده لا والذي علم الإنسان حسن البيان افذه لقلبك بزنجه وارشف من الكاس في كفين صفت للمصاهب يا من سقي راحة راه المودة بشراق لها تباشر الرضا في الجنان جنان فاسعد بقربه وسعده فاسعد بقربه وسعده ويلحق الفرح باصل القام والوصل جاذب شتان من يرقى بجهده وكده وبان من قد خطي بالجاذب نحو الإيمان
يلا عسى منك راده، يلا عسى منك راده، تغيث غيثا هني كل الفرع الأطايب، وتوصل المقطوع عن درب مجده، وتسقى للقلب ليل منسوب من كل ران، يتمرض به وشهده، ويمتلي من شراب بالقامة حال المشارب، وتنطوي النياد في نجم ساده، فإن العمل قد قصير عنا بهذا الزمان، واختم بمن طاب حمده، حبيبنا جدنا المختار سيد الأطايب، مورث الأصحاب والألباد، بهم عسى يرفع الأدناء لأعلى مكان، صلوا على من كسى والله ثوب الجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأرواح إن شاء الله مربوطة بأرواح الصالحين بروحكم، يجعل هذه روح إن شاء الله تعال فيها عائدة إن شاء الله، عائدات الاطمئنان وعائدات الترفع والترقي في مقامات الرجال ومقامات الإحسان إن شاء الله، ويجعلنا وياكم ارتباط بحبيبنا أبو بكر بشير وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، موفقين لنا كل خير. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.